الممثل هنا بيقول ايه؟ from that day on if I was going somewhere I was running، يعني منذ ذلك اليوم لو كنت بروح مكان كنت بجري. طب ليه الممثل استخدم الصيغة دي وما قالش if I went somewhere I ran، مع ان الصيغة دي برضو صح نحويا. if I went somewhere I ran ده مجرد تقرير، يعني حدث حصل في الماضي وخلاص، ما فيهوش الديناميكية ولا الدراما بتاعة الماضي المستمر. if I was going somewhere I was running ده حدث كان مستمر في الماضي، في ديناميكية، في دراما، المشهد هنا في دراما. حتى المخرج جايب لك الكاميرا على الممثل لما كان سنه صغير وبيجري، عاوز يقول لك ان الحدث ده فيه ديناميكية، فيه حركة، وده بالظبط الماضي المستمر. ايه هو الماضي المستمر او الباست كونتينيوس؟ الباست كونتينيوس ماضي مستمر، ماضي يعني حدث حصل في الماضي وانتهى وخلاص. طب مستمر يعني كان مستمر في الماضي. الماضي المستمر بنستخدمه في ايه؟ استخدامه بسيط جدا في اللغة. الماضي المستمر بنستخدمه عشان نعبر بيه عن حدث كان مستمر في الماضي في وقت محدد، زي مثلا yesterday at 7 امبارح الساعة 7 I was watching TV أنا كنت بتفرج على التلفزيون. last night my mom was cleaning the house امبارح بالليل والدتي كانت تنظف المنزل، وهكذا. أو حدث خلفية لحدث تاني. يعني ايه حدث خلفية لحدث تاني؟ يعني أنا أثناء كنت بعمل حاجة تانية كانت بتحصل. while I was doing my homework my sister was watching TV بينما أنا كنت بعمل الواجب بتاعي أختي كانت بتتفرج على التلفزيون. ده حدث خلفية لحدث تاني، بس خلي بالك الحدثين دول كانوا مستمرين في نفس اللحظة. أحيانا يكون الحدث مفاجئ، حدث مستمر أو حدث مفاجئ، زي مثلا while I was watching TV بينما كنت أتفرج على التلفزيون my father came والدي جه. فده حدث كان مستمر أو حدث بسيط، حدث مفاجئ. الحدث المفاجئ ده حدث بسيط ما استمرش، مجرد تقرير. لكن الحدث المستمر اللي هو كان مستمر في الماضي هو ده بالظبط الماضي المستمر.